لو انت مهتم بصناعه الفيديوهات ففي حاجات لازم تاخد بالك منها وانت بتعمل اي فيديو، ومن ضمن الحاجات دي هي الاضاءه وحاجه اسمها كولر باليت. لو انت بتصور بكاميرا موبايل ضعيفه شويه والاضاءه كويسه فممكن بشويه تعديلات تطلع جوده الفيديو كويسه. طب ازاي توزع الاضاءه في المكان اللي بتصور فيه؟ في كذا نوع اضاءه، في كي لايت، في باك لايت، في هير لايت. اهم واحد فيهم هما الثلاثه هو الكي لايت. هات مصدر اضاءه كويس لو لسه معكش فلوس السوفت بوكس وحطه قدامك بزاويه 45 درجه، وضروري تطفي نور الاوضه اللي فوق دماغك. بالنسبه للباك لايت فده ممكن تكون اباجوره بسيطه جدا سعرها معقول، تكون وراك وما تكونش في نفس الاتجاه بتاع السوفت بوكس، زي كده السوفت بوكس هنا والاباجوره هنا. بالنسبه للهير لايت فهو مش مهم قوي، الاثنين اللي فوق كفايه بنسبه كبيره انه يخرج لك اضاءه فيديو كويسه باذن الله. عشان نخلص بند الاضاءه ففي انواع كتيره جدا للسوفت بوكس. في تصوير الفيديوهات كل ما كان السوفت بوكس اقرب للشكل الدائري كل ما كان توزيع الاضاءه افضل، ولكن السوفت بوكس الامبريلا غالي جدا، بس اقرب شكل للدايره وسعره كويس نسبيا هو الشكل الاوكتا او الثماني. بالنسبه بقى للكالر باليت فانت افتح اي مشهد من اي فيلم هتلاقي الصوره اللي قدامك مبنيه على باليتة الوان معينه زي اللي في الصوره دي مثلا. ده بيدي تناسق في الالوان في الصوره اللي قدامك، يعني حاول على قد ما تقدر تظبط الالوان اللي في السين بتاعك ولبسك يكون ماشي مع الالوان دي. بالمناسبه لو انت حاليا صعب عليك تعمل ده فالاوبشن الثاني هو الكالر كوركشن او تصحيح الالوان باستخدام برامج الاضاءه والمونتاج. لو عملت الحاجتين دول باذن الله تطلع جوده الفيديوهات بتاعتك كويسه. وبس كده، سلام عليكم.